كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في مزرعة كلها خضرة وشجر كانت عايشة فرخة بيضة زي القشطة اسمها نمنمة. نمنمة دي كانت فرخة فرفوشة وبتحب الحياة، بس النهاردة صحيت على صدمة عمرها. يا خبر أبيض، يا خبر ألوان، إيه اللي أنا شايفاه ده؟ أنا قلت هبيض بالطين وأربي عيالي في هدوء، أقوم أصحى ألاقي العش فيه 7 بيضات، لا وألوان كمان، أحمر وأخضر وأصفر. هو أنا ببيض بيض ولا ببيض علبة ألوان فلوماستر؟ يا خيبتك يا نمنمة، التربية باظت قبل ما العيال تطلع حتى. آدي أولها، العفاريت بدأوا يطلعوا براسهم. اطلعي يا اختي منك ليها، وروني هتوروني ايه تاني النهاردة. 1 2 ضغط، 1 2 بطن. صباح النشاط يا نمنمة، فين التراك؟ أنا لازم ألحق فورمة الساحل قبل ما ريشي يطلع. فورمة إيه يا موكوس؟ ده أنت لسه طالع من البيضة بريشك الأصفر اللي زي الوبرة ده، اتهدي واركز. لو سمحتي يا والدتي، مفيش داعي للصوت العالي ده، الضوضاء بتأثر على نمو الخلايا العصبية عند الكتاكيت العباقرة اللي زيي. ممكن بس تقوليلي إحنا في أي عصر حالياً؟ يا نهار مش فايت، ده كتكوت ده ولا رئيس مجمع اللغة العربية؟ عصر إيه يا حبيبي؟ إحنا في عصر العلف اللي غلي والبيض اللي بقى ملون. يا ماما، الدنيا بره ألوانها مش متناسقة خالص، أنا حاسس إن الحيطة محتاجة تاتش أزرق سماوي عشان مود الكتاكيت يتظبط. تظبط مود مين يا روح ماما؟ أنت هتقعد ترسملي على الحيطة؟ اخلص يا شيكو أنت وإخواتك بدل ما أعمل سندوتشات شاورما. والباقي كملوا اللوحة. سمسم ومشمش ما بيفصلوش أكل، وفلفل لابس قميص مشجر وعايش دور المصيف. عيلة فاشلة بس تجنن. 1 2 3 6، فين ال7؟ يا لهوي، البيضة الذهبي بتهرب، البيضة بتمارس حقها في التمرد يا جدعان. وفعلا البيضة ال7 كانت ذهبي وبتلمع، وقررت إن المزرعة مش مقامها، وبدأت تتدحرج وتجري بسرعة البرق. يا كتاكيت يا شقيين، سيبوا العلف وسيبوا النضارات والحقوا أخوكم الذهبي اللي هيضيع في الغربة. المزرعة اتقلبت خناقة ألوان، بيبو الرياضي بيجري وبينهك كأنه في ماراثون، وفصيح المثقف بيحلل الموقف. يا جماعة البيضة بتتحرك بزاوية ميل حادة، لازم نحاصرها استراتيجياً. وشيكو الفنان عمال يصرخ، حاسبوا يا جماعة، البيضة هتتخدش ولونها الذهبي هيبوظ. والبيضة دخلت وسط غسيل الجيران، والعيال اتكعبلوا في الملايات، ونمنمة بتصوت، هاتوا الواد، قصدي هاتوا البيضة. وفجأة البيضة الذهبية وقفت قدام مراية كبيرة في الجنينة وسكتت خالص. الكل وقف يحبس أنفاسه، وتك تك بوم، خرج منها البرنس كتكوت قوس قزح، ريشه فيه كل الألوان، مبهج زي لوحة مرسومة. يا عفاريت تعبتوني، بس والله شكلكوا يفتح النفس، المزرعة بقت جنة بيكم. شفتوا بقى، لو كنا كلنا لون واحد كان زماننا زهقنا. الاختلاف ده هو اللي بيخلي الدنيا حلوة، زي طبق السلطة كده، كل لون فيه بيفتح النفس. وعرفنا النهاردة يا أصحابي إننا مش لازم نكون شبه بعض عشان نحب بعض، وإن كل واحد فينا شاطر ومتميز بطريقته، بيبو برياضته وفصيح بذكائه وشيكو فنه، كلنا بنكمل بعض في الآخر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لو عجبكم جنان نمنمة وكتاكتها دوسوا لايك واشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الحواديت السحرية الخيالية بتاعتنا على قناتنا حكايات ديدو وليلي.